الأحداث بتبدأ في كولومبيا سنة 1948، وفي الوقت ده كان في 2 من جنود المارينز الأمريكي في تنفيذ مهمة معينة، واللي كانت عبارة عن زرع قنبلة تحت جسر لاغتيال تاجر مخدرات كولومبي. بس راي بيكتشف إن الهدف المطلوب اغتياله معاه بنته في العربية، فبيطلب من زميله نيد إن هم يلغوا المهمة لأن هو معاه جهاز التحكم. بس نيد بيرفض وبيصمم إنه ينفذ المهمة برغم وجود الطفلة في العربية، وبيرمي جهاز التحكم في النهر. فساعتها راي هيحاول إنه يوقف القنبلة اللي زرعها بأي شكل، لكن للأسف مش بيقدر، والعربية بتمشي على اللغمة وبتنفجر. وبعدها نيد بيتخانق مع راي لأنه كان عايز يبوظ المهمة اللي كانوا جايين علشانها، بس راي بيتمكن إنه يتغلب عليه ويبلغه إن مهمته معاه انتهت للأبد، وإنه مات في نظره زيه زي البنت اللي ماتت في النهر. وبعدها بتنقلنا الأحداث بعد فترة من الزمن لمنطقة ميامي، وفي الوقت ده راي كان بيستلم رسالة من واحدة، ولما بيتكلم معاها في التليفون بيعرف إن اسمها مي، ومي كانت بتكلمه علشان بتطلب منه تنفيذ مهمة معينة، وهي إنه يقتل لها 3 أشخاص عن طريق التفجير. وراي بيفهم من كلام مي إن هدفها الانتقام من أشخاص معينين، وإنها اختارته مخصوص لأنه خبير في الاغتيالات عن طريق التفجير، وإنه يقدر ينفذ لها المهمة اللي مطلوبة منه بدقة متناهية. بس ساعتها راي هيطلب منها إنها تلجأ للقانون بدل الانتقام، فبتبلغه مي إن اللي عايزة تنتقم منهم أقوى من القانون. وتاني يوم راي كان بيراقب مي من غير ما تلاحظ وجوده لأنها ما تعرفش شكله، علشان يتأكد من حكايتها اللي قالتها له، وده أثناء ما كانت مي بتزور قبر عيلتها. وراي بيسمع تسجيلات المكالمات اللي مع مي أثناء ما كانت بتحكي له عن معاناتها بسبب موت عيلتها، وإنها شافتهم وهي صغيرة وهما بيموتوا قدامها، وإن قد إيه اللي حصل قدامها قلب حياتها من بعدها، وإنها عاشت حياتها كلها مش بتفكر غير في الانتقام، وإنها لجأت له علشان يساعدها في الانتقام اللي هي ناوية عليه. بس راي بيبلغها إنها ممكن تستعين بقاتل مأجور بدل من إنها تستعين بمتخصص بالمتفجرات، ومي بيبلغه إنه لو رفض إنه يساعدها هتنتقم هي بنفسها من اللي قتلوا أبوها وأمها. وراي أثناء ما كان بيسمع قصتها بيقرأ خبر في الجريدة عن حكاية مي مونرو واللي نجت من الموت بعد موت عيلتها، بس راي بيحذرها إنها تتدخل لأنها ممكن تتكشف. بس مي بتبلغه إنها مصرة تنفذ اللي ناوية عليه بما إنه مش ناوي يساعدها. وبعدها بنتعرف على عيلة ليون وابن توماس، واللي بيكونوا مسيطرين على مدينة ميامي، وإنهم يعتبروا أغنى عيلة في المدينة. وفي نفس الوقت ده نيد كان المسؤول عن تأمين الحفلة اللي بينظمها توماس ابن ليون. ومي في الوقت ده بتظهر في الحفلة وبتلفت نظر توماس ليها بسبب جمالها، وتوماس بيروح علشان يتعرف عليها ويرقص معاها. وفعلا مي بتنجح إنها تتصاحب عليه علشان تقرب منه وتقدر إنها تقتله. وأثناء ما كانت مي مع توماس، مي في الوقت ده بتشوف واحد اسمه تشارلي، وده كان واحد من المساعدين بتوع توماس واللي كان موجود يوم الجريمة بتاعت عيلتها. ولما بتشوفهم بيضربوا واحد مش بتستحمل لأنها بيجيلها ذكريات من الماضي وبتخرج من المكان. وفي نفس الوقت ده راي كان مازال بيراقبها وبيشوفها وهي مع توماس، وراي بيسمع مكالمة مي وهي بتحكي له إنها قربت من توماس علشان تقدر إنها تنتقم منه وتقتله، وإنها عايزة آخر حاجة يسمعها قبل ما يموت هو اسمها ويعرف هي مين. وأثناء ما كان توماس مع مي وخارجين من الحفلة، توماس بياخد باله من نظرات راي ليهم، وبسبب إن توماس شخصية متعجرفة بينزل من عربيته علشان يسأل راي هو كان بيبص له ليه. وتوماس بيحاول إنه يستفز راي وبيحاول يعمل معاه مشكلة لدرجة إنه بيهدده بالمطوة اللي معاه. وبعد ما مي بتروح على بيتها بيجي لها مكالمة من راي ويبلغها إنه وافق على طلبها، بس بيحط لها قواعد تمشي عليها علشان يقبل بالمهمة، وهي إنها ما تحاولش إنها تقرب من حد منهم تاني، وإنها ما تحاولش تتواصل معاه بأي شكل من الأشكال، وإنه لو هو اللي احتاجها هو اللي هيكلمها. وبعدها بيقرر راي يروح الكازينو واللي بيكون فيه تشارلي، وده بيكون هدف راي الأول لأنه كان واحد من المشاركين في قتل عيلة مي. وراي بينتهز فرصة دخول تشارلي مكتب المحاسب بتاعه وبيزرع لغم على الباب، ولما راي بيشوفه هيفتح الباب علشان يخرج بيفعل اللغم، وبمجرد ما تشارلي بيفتح الباب اللغم بينفجر. وساعتها اليوم بيقرر انه يستعين بنيد علشان يحقق في اللي حصل في الكازينو بتاعه وازاي ان راجل من رجالته يموت بالشكل ده. ونيد بيأكد لهم ان اللي زرع اللغم شخص محترف جدا وانه كان مستهدف تشارلي شخصيا، فاليوم بيكلف نيد علشان يكتشف لهم مين اللي عمل كده وبيشتغل لصالح مين. واليوم بيأمر ابنه توماس انه ما يتدخلش في الموضوع وان نيد هو اللي هيكون المسؤول في التحقيق. بس نيد بيطلب من ليون دعم الشرطة ليه، واليوم بحكم علاقته مع الشرطة الفاسدة بيكلف نيد بشكل رسمي انه يكون من ضمن فريق الشرطة. بس برغم تحذيرات راي، مي بتفضل تتواصل مع توماس لدرجة انها بتروح تعيش معاه في بيته. وفي الوقت ده راي كان بيراقب الضحية الجديدة واللي بيكون باين عليه القلق والخوف من كل حاجة بيعملها الا تكون مفخخة وتنفجر فيه، ومن خوفه بيخلي سايس الجراج يركب العربية بتاعته علشان يتأكد انها مش مفخخة، ولما بيتأكد انها سليمة بيركب عربيته. بس لما بيدخل الباسورد بتاعت بوابة الجراج بيتفاجئ انه فعل القنبلة اللي بتنفجر فيه. ولما نيد بيوصل لمكان الحادثة بيتأكد ان راي هو اللي ورا كل اللي بيحصل لانه عارف انه الوحيد المتخصص في النوع ده من الالغام. علشان بعدها نيد يقرر انه يقابل مي، وساعتها بنكتشف ان نيد يعرف حقيقة مي الحقيقية لانه كان المفروض يساعدها في انتقامها قبل راي بس تخلى عنها. ونيد بيطلب منها انها تسلمه راي، بس
الغريب في الموضوع ان مي بتبلغ نيد ان ري رافض يقابلها، وبيحذرها نيد انه لازم يلاقي ري قبل ما يقتل توماس. وفي الوقت ده ري كان بيستعد لتنفيذ المهمة الثالثة، وهي انه يقتل توماس. وبيقدر ري انه يبدل فنجان القهوة بفنجان مفخخ. بس بعدها ري بيتفاجئ لما بيشوف مي وهي داخلة على توماس، فبيحاول انه يعطل القنبلة قبل ما تنفجر بس مش بيلحق. ولما هيحاول ري انه ينقذها بيتفاجئ لما بيشوف نيد قدامه. وبعدها ري بيفضل يتصل بمي، ولما ما بتردش عليه بيتأكد انها ماتت. وليون في الوقت ده بيكون حزين على موت ابنه الوحيد توماس. ولما بيحاول نيد انه يواسيه، ليون بيحمله مسؤولية موت ابنه لانه كان المسؤول عن حمايته. وليون بيطلب منه انه يجيب له اللي قتل ابنه لغاية عنده حي قبل ما يدفن ابنه. وري بيقرر يدخل شقة مي لانه بيكون حزين انها ماتت بسببه. ولما بيروح ري بيتفاجئ برسالة فيها رقم تليفون، فبيعرف انها من مي وانها بالشكل ده ممكن تكون لسه عايشة وطالبة انه يكلمها. بس الرسالة دي بتكون عبارة عن فخ من نيد علشان بيها يستدرج ري، وبيخلي بنت من الشرطة هي اللي بترد عليه. وفي نفس الوقت نيد بيحاول يحدد مكان المكالمة، وبيلقن الشرطية تقول له ايه علشان تحاول انها تطول مع ري في المكالمة. بس ري بيكون ذكي وبيكتشف انه فخ، وساعتها بيطلب ري من الشرطية انه يكلم نيد لانه عارف انه واقف وسامع كلامه. وري بيفضل يتكلم عن نيد وعن تاريخه الدموي وانه اترفد من الجيش بسبب افعاله. وبيفضل ري يستفزه بالكلام لغاية لما فعلا بينجح ري انه يستفزه. وري بيقفل المكالمة قبل ما بيتم تحديد مكانه. وبيقرر ري انه يتخلى عن حرصه ويخاطر ويحضر جنازة ري. بس الكلام اللي بيتقال اثناء التعزية بيعرف انه مش على مي، فبيشك. وساعتها بيقرر انه يتأكد بنفسه من التابوت، وفعلا بيكتشف انها حد تاني علشان وهو خارج يتفاجئ ان مي واقفة قدامه. ولما بيسألها هي ليه زيفت موتها، مي بتقول له انها عملت كده علشان دي الطريقة الوحيدة اللي كان ممكن تقابله بيها. وبعدها نيد بيتأكد هو كمان ان مي زيفت موتها. وفي الوقت ده ري هياخد مي على واحد من الفنادق علشان يقضي معاها الليلة، ويبان على ري انه اتعلق بمي عاطفيا. وفي الوقت ده نيد بيكلف رجال الشرطة ان هما يبحثوا عن مي وري في كل الفنادق اللي موجودة في المدينة. وفعلا موظفة الفندق بتبلغ الشرطي ان هما نزلاء في الفندق اللي هما فيه. بس تاني يوم ري بيتفاجئ ان مي سابت الفندق وخرجت، وبتكون سايبه له رسالة بتقول له فيها انه بلاش يثق فيها. ولما مي بتخرج من الفندق بتقابل نيد قدامها، واول ما بتشوفه بتكذب عليه وبتقول له انها كانت لسه هتكلمه. ومي بتقول له انها قدرت تسيطر على ري عاطفيا لانه وقع في غرامها. بس بيبان على نيد انه مش مصدق كلامها وشاكك فيها، ويبلغ رجالته ان هما يتحفظوا عليها. بس وهي خارجه بتدخل الحمام وبتسرق تليفون من واحده، وبتكلم ري وبتحذره من نيد ورجالته لان هما طالعين يقبضوا عليه. وساعتها ري بيتهمها انها السبب انه اتكشف. وفعلا نيد ورجالته بيوصلوا للاوضه، بس لما بيدخلوها بتكون فاضيه، ونيد بيكون ذكي وما بيرضاش يدخل معاهم. بس بمجرد ما واحد من رجاله نيد بيقفل سماعه التليفون الغرفه كلها بتنفجر. وبعد كده نيد بياخد مي على بيت ليون، وبيبلغوا ان مي هي اللي كانت مأجره ري علشان ينتقم من توماس. وساعتها مي بتفكره باسم ابوها وامها واللي ماتوا بسبب ابنه. وساعتها ليون بيقول لها انها كانت غلطانه لما حبت انها تنتقم من توماس لان هو اللي بيدي الاوامر مش توماس. بس نيد بيبلغ ليون انه مازال محتاج مي علشان من خلالها يقدر انه يستدرج ري. وفعلا نيد بيخلي مي تكلم ري في التليفون، ومي بتطلب من ري انها تقابله. بس ري مش بيكون واثق فيها، فبتفضل مي تفكره بذكريات الليله اللي قضيتها معاه علشان تستعطفه ويوافق انه يقابلها. وفي الاخر ري بيوافق انه يقابلها ويبلغها على مكان تجيله فيه. بس مي قبل ما بتقفل المكالمه بتلفت نظر ري وبتحذره وبتفكره بكلامها في الرساله اللي كانت كاتباها له، وهي انه بلاش انه يثق فيها. فساعتها ري هيفهم ان في كمين منصوب له. وفعلا بياخدها نيد للمكان المحدد وبيحط لها جهاز تصنت وبيطلب من رجالته يراقبوها. وبمجرد ما مي بتدخل المكان كله بينفجر. وبالشكل ده ري بيكون انقذ مي من ايد نيد وبياخدها وبيهرب. بس نيد مش بيستسلم وبيفضل يدور ورا ري عن طريق متخصص في الاصوات، وبيسمعه تسجيل المكالمه الاخيره مع مي علشان خاطر من خلالها يقدر يحدد الاصوات المحيطه ويحدد مكانه. ونيد بحكم علاقته القديمه بري بيقدر يستنتج نمط تحركاته. في الوقت ده ري كان مع مي في بيته، بس مي بيتفاجئوا لما بتبلغوا ان انتقامها لسه ما انتهاش لانها عرفت ان ليون هو المسؤول عن موت ابوها وامها. وساعتها ري بينصحها انها تنسى الانتقام وتبدا انها تعيش حياتها لان ده هيكون افضل بالنسبه لها. بس مي بتكون مصممه انها تمشي. وفي نفس الوقت بيسمعوا صوت جرس الشرطه، فري بيعرف ان مكانهم اتكشف. فبيقرر ري انه يفعل نظام التدمير الكلي. وبرغم ان المكان بيبدا انه ينفجر بالتدريج الا ان نيد بيقرر انه يقتحم المكان بنفسه، وبيجهز قنبله وبيفجر بيها باب البيت. وري
ري بيحذر مي انها تمشي بحذر لان الارض كلها متلغمه، بس بيفاجئهم ند وبيهددهم بسلاحه، وساعتها بيبلغوا ند انه خسر الجوله اللي ما بينهم وان هو اللي كسبان. وند بيكون محضر مفاجاه، وهي انه كان مفخخ علبه السجاير بتاعت مي. وند بيبلغ ري انه هياخدوا الليون علشان ينتقم منه بسبب موت ابنه توماس، بس واثناء ما ند ماشي بيدوس على رقم وبيفعله فبينفجر فيه. وفي الوقت ده ري بيكون قدامه 30 ثانيه على الانفجار الكلي للمكان، فبياخد علبه السجاير من ايد مي بمنتهى الحذر وبيطلب منها انها تخرج فورا، وبيرمي العلبه وبينزلوا هما الاتنين في النفق قبل التدمير الكلي بثواني. وفعلا المكان كله بيتدمر، علشان بعدها ليون يقرا في الجرايد خبر موت 3 اشخاص في انفجار هائل، فبيفرح ان عداله السماء انصفته وانتقمت له الروح ابنه اللي مات. علشان بعدها يتفاجئ بظرف ويكون فيه سلسله، ولما بيفتحها بيلاقي فيها صوره عيله ماي علشان تنفجر فيه وبالشكل ده هو كمان يموت. وبكده الاحداث بتنتهي بعد ما قدرت ماي بمساعده ري انها تنتقم من اللي قتلوا عيلتها. ولو بتعجبكم الملخصات اللي بنقدمها اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك لانه بيساعد في انتشار المحتوى اللي بنقدمه. واشوفكم في ملخصات تانية. سلام.